ما تيجوا النهاردة نعمل كفتة الحاتي من غير شواية ومن غير دخان ومن غير اي حاجة تتعب. هتعمليها النهاردة بمقادير سهلة وبسيطة، ما تخرش المية، بسر الحاتي. كل الحاجات البسيطة اللي هتطلع معاكي نتيجة كويسة هتعرفيها بس في الفيديو ده. هتعملي منها احلى سندوتشات وتاكليها جنب مكرونة وتاكليها جنب اي حاجة انت حباها. بصوا الصباع متماسك وكمان مفرغ من جوه وكمان بيتقطم معاكي من اول مرة. اذكروا الله، صلوا على الرسول، لان هو ده سر النجاح. ويلا بينا نشوف الطريقة. عندي هنا نص كيلو من اللحمة المفرومة. النص كيلو اللحمة ده يكون من الدوش يا جماعة، زي ما قلت لكم قبل كده، قطعة الدوش هي انسب قطعة للكفتة. وتكون مفرومة وشين. تمام كده. عندي هنا بصلاية كبيرة، صفيت المية بتاعتها، يعني عملتها في الكبة وصفيت ميتها، اخدت المية بتاعتها في طبق وحطيت عليها بشر البصل ده. تمام. بعد كده بقى جبت عندي 100 جرام من الفول الصويا. 100 جرام من الفول الصويا، وهو ده يا جماعة سر الحاتي. والله زي ما بقول لكم، نقعته 10 دقايق في ميه كده، وبعد كده مش ميه كتير يعني تسقسقوه كده، وبعد كده اديته ضربه في الكبه عشان يكون متنعم، وحطيته على الكفته وحطيته على البصل. تمام كده زي ما حضراتكم شايفين. لازم تنعمي الفول الصويا. والغريب كمان ان انتوا هتعملوا كفتة النهاردة من غير شواية كهربائية ولا شواية بالفحم. هتطلع معاكي احلى وانجح كفتة هتاكليها في حياتك بجد. العشق كله بقى. مفيش حد ما بيحبش الكفتة يا جماعة، بس النهاردة هنعملها بكل اسرارها. هحط معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وهحط فلفل اسود، وهحط شوية سبع بهار، وهحط شوية ملح، وهحط بشر جوز الطيب. وهي دي يا جماعة كل التوابل بتاعتي. وتقدروا تستكفوا ببشر جوز الطيب، وتقدروا تستكفوا بالسبع بهارات بس حسب اللي عندكم. اللحوم من الحاجات اللي كل ما اخدت توابل كتير كل ما طعمها غير. لا، احنا عايزين حتة اللحمة محتفظة كده بطعمها، مش عايزين توابل كتير. بعد كده بقى بروح لابسه بقى جوانتي كده، او لو اي ست بيت بتشتغل طبعا بايديها، وتبداي بقى تعجني في الكفته بتاعتك دي مع الفول الصويا يا جماعه اللي احنا حطيناه. وكمان يعني الفول الصويا بنسب، يعني الحاتي بيحط 100 كيلو 100 قصدي جرام، يا لهوي 100 كيلو، 100 جرام على الكيلو، يعني النص كيلو بيتحط عليهم 50 جرام. تمام. جبت مية البصل، حطيت فيها معلقة من الصلصة، وحطيت فيها شوية من الزيت بالشكل ده، لان انا هستخدم بدل بقى ما اعمل مية عادية اصبع عشان اصبع الكفتة. لا، انا استخدمت مية البصل هنا مع معلقة صلصة الطماطم دي وشوية الزيت، بيدوا لمعة تحفة لصباع الكفتة من بره. تمام. جبت صينية هنا دهنتها شوية سمنة زي ما انتوا شايفين. عايزة اقول لكم الكفتة دي تحفة. بعد كده بقى جبت عصاية ستيكس بقلبها على ظهرها زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي، او تجيبي من عندك لو انت متاح في البيت عندك اللي هو اللهم صل على النبي، الاسياخ اللي هي الحديد، ماشي. تقدري بقى برضو تشتغلي بمقادير الكفتة دي على السيخ والشواية اللي هي بالفحم، برضو ماشي. تحطي ايدك كده اهو في الخلطة اللي عملناها، وتبدأي بصباعينك كده تروحي دايسة كده مخططة عشان تعملي شكل للكفتة كده يكون حلو قوي على السيخ زي ما انتوا شايفين. نبدأ نرصها كده، ولازم تعملي صباع الكفتة كده حلو ومحمل عشان يطلع معاكي حلو كده وماسك نفسه. طبعا انت لو جايباها من جزار موثوق منه مش يعني اللحمة بتاعتك مش هتكش. فدايما تتعاملي مع جزار يكون اهل للثقة يعني. تمام. بايدي كده الاتنين، وببدأ ان انا اعمل شكل كده للكفتة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. طبعا بعد ما تعجنوا، انا هنا بتتشكل معايا بصعوبة شوية لان انا ما سبتهاش تريح، انا عشان بصور عملتها على طول. تمام.
ولكن سيبوها ترتاح في التلاجة شوية هتتشكل معاكم، هتكون ماسكة نفسها. بصوا كده، شايفين بقى الكفتة ما شاء الله اللهم بارك. باجي هنا بقى بدهنة خفيفة بالفرشة كده من الصوص اللي عملناه مع بعض ده، ببدأ ألمع كده صباع الكفتة من فوق. ده بيديني بقى لون في الفرن ما اقولكوش طبعا. وانا كده ايه بلمع فيها، فتحت الفرن على اعلى درجة حرارة. اعلى درجة حرارة عندك شغال الفرن عليها. انا عندي اعلى درجة 220، حطيتها في الرف الوسطاني. اخدت من 10 دقايق، هتاخد من 10 دقايق لربع ساعة بدون اضافة ان انت تفتحي شواية او اي حاجة. اول ما طلعت من الفرن زي انتوا ما شايفين كده وشايفين، اخدت اللون التحفة ده والكفتة متلمعة معايا. بعد كده بقى بجيب فحماية وببدأ احطها، ومن نفس الصوص اللي نازل من الكفتة، مش هحط لها بقى زيت ولا كلام من ده، نفس الصوص الدهون اللي نازل من الكفتة بروح حاطه على الفحم وكمراها، وبتطلع معانا بقى بالطعم ده كده. اخدت طعم الفحم. بصوا الصباع ماسك نفسه، وفي نفس الوقت ايه طري بيتقطم معايا بكل سهولة. ولازم الكفتة عشان تكون ناجحة لازم يكون الصباع طري كده ومتماسك يا جماعة. بصوا كمان انا ما سبتهاش تريح، قدموها بقى على بقدونس وشوية بصل كده مفروكين بالسماق مع سندوتشات، وبألف هنا وشفا. وصفة العيد أصل وحصر بكل أسرار الحاتي. كنتم مع شيف هدير، ما تنسوش تجربوا الوصفة.